حتى الفراخ ليها في النكش، بس نكش الفراخ غير. لو لقيت الفراخ بتنكش في السبلة ده مش بمزاجك، ده انذار خطير لدورتك. انا مهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن. النكش في السبلة ليه اسباب كتير، اهمها امراض معوية زي الكوليسترول، ارتفاع درجة الحرارة في العنبر بيعمل عصبية واجهاد، ونقص الاملاح المعدنية، وعلف غير متوازن او ريحته وطعمه غير مستساغ بسبب تزنخ الزيوت او العفن والفطريات الموجودة في العلف. الطفيليات الداخلية، الفرشة فيها اشياء غريبة او ناعمة بزيادة او فيها سوس، نقص العلافات او التجويع لفترة طويلة، تهدير العلف على السبلة او حبيبات العلف الكبير. وعلشان تقضي على الظاهرة دي ظبط الحرارة والتهوية، وحسن العلف، وظبط نسب البروتين والاملاح، متابعة الفرشة وازالتها لو فيها مشاكل، زيادة عدد العلافات وتوزيعها كويس، تجنب حبيبات العلف الكبيرة او تهدير العلف. النكش مش بس مشكلة سلوك، ده مؤشر على إدارة ضعيفة محتاجة إعادة توجيه للحفاظ على الخطية وتقليل الهدر. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن. تابعني عشان تتعلم أكتر وتعرف خبايا وأسرار الصناعة.